من رباط مشاهدينا الكرام الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. دكتور أهلا بك ومساء الخير. ماذا عن هذا القرار، قرار المغرب تعليق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي؟ هل هو مبرر؟ كيف ذلك؟ هذا القرار مبرر لسببين رئيسيين. أولا، لا يمكن للمغرب السماح بأن يتقاذف الاتحاد الأوروبي والمحكمة العدل الأوروبية موضوع سيادته الوطنية على الأقاليم الجنوبية. المبرر الثاني، يبدو أن التقييم المغربي اتضح من خلاله أن إدارة ملف المعاهدة من طرف الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ قانونيا خطيرا لما قام بإهمال الدفاع عن الاتفاقية والدفاع عن مصالحه مع المغرب. لذلك فالمغرب يترك الموضوع بهذا، بتعليق هذه الاتصالات يترك الموضوع بين الاتحاد الأوروبي ومحكمته. وفي حالة فشل الاتحاد في استراتيجية دفاعه عن المعاهدة، فإن المغرب سيكون أمام خيار آخر، قد يكون هو قرار إلغاء الاتفاقية بكل مكوناتها. وستكون الخسارة، واضح بأن الخسارة في هذا المناخ الدولي والإقليمي ستكون الخسارة من حيث المتغير الجيوستراتيجي ستكون لدى الاتحاد الأوروبي وليس المغرب، لأن المغرب لا يربح اقتصاديا من الاتفاقية، وإنما الأوروبيين يربحون اقتصاديا ويربحون جيوستراتيجيا. لذلك ستكون الخسارة على الجانب الأوروبي. أشكرك جزيل الشكر من الرباط الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات.